السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايبه لكم كده اكله ما يختلفش عليها اتنين. النهارده كانت جمعه، والجمعه يعني عدس على طول كده. ما دام النهارده جمعه لازم من بعدها اكله عدس. كتير من الناس بيحبوا، وانا بقى هعمله لكم بطريقه سهله وجميله قوي. من بعد الفيديو ده انا متاكده انك هتبقي استاذه في العدس، مش اي حد يعمل العدس. هقولك على كل الاسرار بتاع العدس، وكمان فتحنا على مخلل بتاعنا، المخلل المشكل بجد خطير يا جماعه، تحفه تحفه. طعمته حاجه في حته تانية يعني. وكمان عملنا كده عيش مقرمش كده جنب الاكل، وبجد بألف هنا. ويلا بينا ندخل على الفيديو الطريقة. وقبل ما ندخل على الفيديو يلا بينا نسمي بالله ونسمي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا بقى ندخل على الفيديو. اول حاجة كده معانا حلة على النار فيها مية بتغلي. وهننزل، لازم تكون بتغلي كده عشان الخضار بتاعنا يستوي كده. هننزل بقى بالعدس بتاعنا بعد ما غسلناه 3 4 مرات عشان الحاجة اللي فيه تطلع. هننزل كده في المية بالعدس، ومعانا بصلاية صغيرة وبطاطسية صغيرة وجزراية كبيرة وطماطميتين وقرن فلفل حامي و5 فصوص من الثوم. هننزل بكل الكلام ده كله في المية اللي نزلنا بيها بالعدس بالشكل ده. انا بعمله على طول بالطريقة دي وبيطلع يا جماعة بجد بتبقى ريحته تحفة وبيجيب اخر الشارع. لازم تجربوه بالطريقة دي. طبعا هنقلب الكلام ده كله مع بعضه بالشكل ده، وهنغطيه وهنسيبه بقى يستوي. هياخد بتاع 10 دقايق بالظبط او ربع ساعة بالكتير. كده بعد ما استوى بصي البطاطساية خلاص استوت معانا، والجزراية كمان. هنسيبه بقى يبرد خالص وهنحطه بقى عشان نعمله في الخلاط. يعني لو عندك الهاند بلندر اضربيه، لو مش متوفر اضربيه كده في الخلاط. هحط طبعا الكمية كلها في الخلاط زي ما انتوا شايفين، وهضربه بقى ضربة كويسة خالص. لو عايزة في الخليط بتاعنا ده تحطي كوسة مع الخضار براحتك خالص، بس هو كفاية قرن واحد. هيديكي طعم بس عشان ما يلونش معاكي. وبعد ما خلطنا كده معانا معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كده مليانة صغيرة من الشطة، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة مليانة كمون. العدس يا جماعة بيحب الشطة والكمون جدا جدا، يعني حطي شطة وكمون على قد ما تقدري. وهنقلب بقى التوابل كده مع بعض. بجد تحفة، واللون بتاعه يا جماعة خطير. ممكن التصوير يكون ظلمه، لكن بصي والله في حتة تانية، الطعم واللون وكل حاجة. بصي طيب الجمال، بجد خطير قوي. معانا بقى الطشة بتاعتنا. معلقتين كبار من السمنة، هننزل عليهم ببصلاية متوسطة، وهنسيبها كده لحد لما تدبل. وهننزل عليها بمعلقة كبيرة مليانة توم مهروس، وهنقلب الكلام ده كويس قوي لحد لما يحمروا كده، يبقى لونهم ذهبي. هننزل بقى ايه نطش الكلام ده كله في العدس. يا على الجمال والريحة والقمر ده كله. بصي تقلبي بقى القمر ده كله مع بعضه، وتملي كده الكبشة بتاعتك وتحطيها في الطبق اللي عملنا فيه الطشة، عشان التومة او الحاجة اللي في الطبق تنزل. بصي بقى لونه يا جماعة، بصي خطير قوي، بجد تحفة. طبعا كده هنسيبه كده على جنب عشان هنغرف. بصوا بقى فتحنا مع بعض المخلل انا والله ما كنت متخيلة الطعم والحلاوة والجمال ده كله. بصي انا فتحت معاكم، بصي مفيش ولا اي حاجة ولا عامل وش وحش كده ولا حاجة. بصي خطير خطير، هغرفه معاكم. تحفة تحفة. واللون للمخلل كده لونه جميل قوي. بصي الجمال، والخيار يا جماعة مقرمش كده، مش طري معانا ولا حاجة. بصي لا تحفة، يستاهل تجربة. لو ما شفتيش فيديو المخلل ارجعي كده في القناة وانتي هتلاقيه سهل قوي. لو اول مرة تعرفي يعني او تعملي المخلل، بجد هيعجبك من كتر السهولة بتاعته. وقرمشنا كده، حمصنا شوية عيش يبقوا مقرمشين بنحبه قوي مع العدس. وليمون بقى بصي في حتة تانية، ولو فيه بقى بصل اخضر يا سلام، يستاهل التجربة.
بجد تحفة تحفة يعني. بصي، انا بحب العيش المقرمش كده جنب العدس، بيبقى تحفة. وكمان عملنا سخنا عيش كده طري. بصي الجمال، والمخلل يا جماعة كان خطير مع الأكلة دي. بجد تستاهل التجربة. هو مش كل يوم هنعمل طبيخ بقى ومحاشي والكلام ده، لازم كده نعمل حاجة على قد الإيد. هي والله مش على قد الإيد ولا حاجة، والعدس برضو غلي، بس إلى حد ما يعني، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. وبس كده خلصنا طبعا غدا. بعد ما أكلنا كده قلنا نعمل حاجة كده، نشرب حاجة ساقعة كده، فقلت أعمل معاكم كوبايتين عصير بعد العدس. طبعا انتوا عارفين انه العدس كده بيكون سخن وبتاع وكده، فاحنا قلنا عايزين حاجة حلوة فريش. فجبت بقى من اسمها ايه دي، الفراولة اللي كنا جايبينها مع بعض. ضربتها كده وحطيت عليها شوية من السكر. ما حطيتش كتير عشان طبعا انا مش بحب السكر كتير قوي، وانتوا كمان ما تكتروش قوي في السكر، لان السكر ده يقولك السم الابيض، ففعلا مش حلو. الكترة بتاعته يعني مش حلوة. منه ان احنا نوفر بقى من السكر عشان غلي، ومنه عشان صحتنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم، واقول لكم سلام.